أحيانا تكون أقصى الحكايات تلك التي تبدأ من البيت، حين لا يكون المنزل مأوى ولا العائلة حضنا، بل بداية لانكسار طويل. قصة اليوم ليست من وحي الخيال، بل من واقع مر عاشته فتاة جزائرية منذ نعومة أظافرها، حيث بدأت رحلتها من حزن قاس إلى الشارع، إلى درب طويل من الألم والصبر، ثم النهوض من تحت الركام. ولدت أماني في بيت لا يعرف الحب. والدها كان رجلا عنيفا سكيرا، لا يعود للمنزل إلا متأخرا، يحمل روائح الخمر والشتائم معه. أما والدتها فكانت خائفة هشة، تمشي على أطراف أناملها كي لا توقظ غضبه. بدأت أماني تعي أنها ليست مرغوبة. كان أبوها يصرخ في وجهها كلما اقتربت، وأمها تدفعها بعيدا كلما طلبت حضنا. كانت طفولتها قاحلة، لا ألعاب، لا قصص قبل النوم، لا دفء. ثم جاءت الصدمة. ذات ليلة سمعت أماني حديثا بين والديها. قال الأب بصوت غاضب: نادية، البنت هذه كأنها نذير شؤم، لا أريدها في البيت غدا. فردت الأم بصوت مرتجف: وإلى أين أذهب بها؟ فصرخ: ارفعيها للشارع عند أخوك في حي شعبي، قولي له أن يدفنها في الزحام. في صباح اليوم التالي أيقظت الأم الصغيرة أماني، وألبستها أحسن ما تملك من ثياب، وقالت لها: سنذهب في نزهة صغيرة. فرحت أماني، ظنت أن الحياة قررت أخيرا أن تبتسم، لكنهما توقفتا في شارع شعبي مزدحم. قالت الأم: انتظريني هنا لحظة وسأعود سريعا. وغابت ولم تعد. جلست أماني على رصيف بارد تبكي تنتظر. مر النهار، حل الليل. اقترب منها شاب وأعطاها قطعة خبز. سيدة ناولتها وشاحا، لكن لم يقترب أحد ليسأل: لماذا تجلس طفلة هنا وحيدة؟ وفي الصباح أصبحت ابنة الرصيف. بعد ليلتين مرعبتين في الشارع، كانت أماني على وشك الإغماء حين توقفت أمامها سيارة قديمة، ونزلت منها امرأة خمسينية بشوشة تدعى زينب. اقتربت وسألتها برقة: أين أهلك يا ابنتي؟ فانفجرت أماني بالبكاء وردت: أمي قالت إنها ستعود، لكنها لم تعد. أخذتها زينب إلى منزلها الصغير. كانت تعيش وحدها بعد وفاة زوجها. قررت أن ترعاها. كانت فقيرة، لكن قلبها أغنى من 100 بيت. أماني وجدت نفسها مجددا في عالم جديد. تعلمت القراءة، بدأت تذهب إلى المدرسة، اكتشفت معنى الحياة. رغم الحياة الجديدة، كان الماضي يطرق أبوابها كل ليلة. كانت ترى كوابيس عن أمها، تسمع صوت والدها يصرخ باسمها، تشعر بالرعب حين ترى رجالا مخمورين في الطريق. وفي سن 15 وجدت نفسها تسأل زينب: هل تعرفين أين أهلي؟ زينب لم تكن تعرف، لكنها وعدتها أنها ستبحث. وبعد أشهر من البحث علمت أن الأب
توفي في شجار عنيف، والأم تعيش عند إخوتها في حي آخر من المدينة. وقفت أماني أمام باب قديم، طرقت فخرجت امرأة نحيلة شاحبة كانت أمها. نظرت إليها الأم بدهشة، لم تعرفها في البداية، ثم جثت على ركبتيها وبكت: سامحيني يا أماني، لم أكن أما، كنت ظلا، كنت جبانة. قالت أماني ببرود: لم أعد أبحث عن أم، وجدت من كانت أما لي حقا. كنت قادرة على أن تختاري، لكنك اخترت التخلي. استدارت وذهبت. كبرت أماني وتخرجت من الجامعة بتفوق، فتحت دارا صغيرة لإيواء الفتيات المشردات. كانت تستقبل كل من تشعر أنها شبيهة بها. كلما رأت دمعة على خد طفلة مسحتها كما مسحتها زينب عنها يوما. وفي يوم التكريم حين سألها مقدم الحفل: من ألهمك الطريق؟ قالت بصوت هادئ: الشارع كان أول معلمي، لكنه لم يكن الأخير. اخترت أن لا أكون ضحية، بل شمسا في حياة من فقدوا النور.